في مشهد قاسي، قرش يلتهم سائحا روسيا في البحر الأحمر بمصر بطريقة مرعبة. في حادث مأساوي، انقضت سمكة قرش على سائح روسي في البحر الأحمر جنوب مصر، والتهمت جزء منه، ما أدى لوفاته على الفور. إليكم التفاصيل. وفي التفاصيل، ورد بلاغ لمديرية الصحة في محافظة البحر الأحمر يفيد بتعرض سائح روسي يبلغ 24 عاماً لهجوم من سمكة قرش خلال رحلة في الغردقة، فيما أصيب 2 آخران بالحادث. وتبين بحسب المعلومات التي حصلت عليها العربية نوت أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين، فتم استخراج نصف الجثة، فيما لا تزال السلطات تبحث عن النصف الآخر. وتوجه مسؤول كبير بمحافظة البحر الأحمر إلى موقع الحادث لتقييم الوضع وتنسيق الجهود للتعامل مع الحادث. من جانبها، رفعت السلطات بالمحافظة حالة التأهب، باذلة جهودا مكثفة لمحاولة البحث عن السمكة القاتلة وتحليل أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة والأمان في المياه البحرية بالمحافظة. يذكر أن السلطات المصرية أغلقت قبل عام منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر غداة هجوم لسمكة قرش، الذي أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردق. وقال مسؤول صحي مصري إن المرأة البالغة 68 عاماً والتي فقدت ساقاً وذراعاً في هجوم سمكة القرش توفيت بعد فترة وجيزة من إحضارها إلى مستشفى خاص بالغردقة. كما أردف أن السائحة كانت بالكاد على قيد الحياة عندما تم إيداعها المستشفى، وأن محاولات الطاقم الطبي لإنعاشها باءت بالفشل. فيما قررت السلطات إغلاق المنطقة 3 أيام وحظر جميع لأنشطة البحرية بما فيها الغوص والغطس وركوب الأمواج، وتم منع قوارب الصيد من دخول المياه قبالة الغردقة.